احلى سندوتشات تاكليها سندوتشات الكبده، سندوتشات تعمليها كفته، الحاجات دي كلها. احنا هنعمل النهارده الفشه. سلقناها، جبنا ميه مغليه وسلقناها، حطيناها في ورق لورا وحبهان وقرفه وملح، قرفه عيدان وملح، واستوت زي ما حضراتكم شايفين كده. سويتها ونشلتها من الميه وكبيت الميه بتاعتها ونشلتها منها وقطعتها كده بالشكل ده. ممكن تسويها ما تسيبهاش وهي طريه كده في الميه، او تسيبها هي طريه كده تحطها في الفريزر. لا، تسلقيها وتحطها في الفريزر عادي وتسيبها الوقت ما تيجي تحمليها للاكل. هتطلعيها وتقطعها زي ما احنا بنعملها كده وتعمليها في الصينيه. انت هتعمليها في الخلطه بتاعتها، في معاكي فلفل احمر واخضر واصفر وبصل وتوم وفلفل اسود وملح وشويه كزبره ناشفه. ده كل المكونات اللي بنعملها. معانا شويه الزيت بعد ما قطعنا الفشه وهنحطها فيه تتشوح كده تشويحه. بنعملها بطريقه الكبده، يعني هي بتتعمل زي الكبده ما بتعملي. شوحتيها في الزيت شويه، حطيت البصل اللي انت مقطعاه جوانح والفلفل، كل ده هيتشوح مع بعضه. عندك صلصه هتعمليها بيها او طماطم تقطعها معاها، كل واحد وطريقته. انت ممكن تعمليها كده زي اللي بيبيعها في بتوع العربيات اللي بيبيعها في الشوارع. لو في حتة ليا بتبقى مديها طعم جميل وريحة حلوة للفشة وانت بتعمليها. بتبقى عاملة زي بتاع المصمت اللي انت بتشتري منه من الشارع. معاك البصل متقطع والفلفل، حطيت الفلفل الاخضر والاصفر والاحمر، كل ده وتشوح مع بعضه، والثوم والملح والفلفل الاسود، كل ده وشويه كزبره بقى في الاخر كده بيدوها طعم تاني وريحه تانية خالص. شويه كزبره ناشفه بيدوها طعم تاني. استوت، غطيتي عليها ووطيتي. عايزه تحطي لها معلقتين صلصه حطي لها، عايزه تقطعي طماطمايه وتعمليها زي السلطه كده وتحطها عليها براحتك زي ما انت عايزه. عايزه تعمليها كده وتعملي التسبيكه بتاعتها تعمليها صلصه وتاكلي بها الرز زي ما انت عايزه. هي تتاكل كده وتتاكل كده، تاكل في السندوتشات. عندك شويه خضار محشي من اللي هي الكزبره تحطها معاها، شويه خس هتقطعيهم، اي حاجه تتاكل كده. بس كده طعمها لذيذ وطعمها حلو. اكله سهله وبسيطه متاخدش وقت. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. وده كان فيديو النهارده، واشوفكم فيديو جديد.